مصطفى زاير. اهلا حبيبي زين. انت استاذي حبيبي اشكرك. بس اليوم راح اضطر انه اتجرد من الالقاب واقول مصطفى زاير. انا اتشرف بهذا الاسم. اكو احلى من هذا الموقع بعد؟ والله انا اعتقد هو هاي اجمل. دائما حتى اصدقائي لما يزورون الموقع اساعدهم السطح اقول لهم تعالوا شوفوا بغداد بعين ثانيه. نعتبرها اجمل بقعه ببغداد، تشوف دجله وتشوف الصرافيه وتشوف الرصافه وتشوف الصدفه هي اللي اختارت المكان؟ اي الصدفه انا اعتقد يعني والاقدار. يعني انا ظليت انتظر هذا المكان تقريبا اكثر من 9 اشهر لحد ما فرغ من المؤجر. مع العلم انت شخصيه مخططه، ما تؤمن لا بالاشياء الغيبيه بقدر ما تؤمن بالتخطيط وانه تهيئ لنفسك. السنوات الاخيره لا. السنوات الاخيره لا، تعلمت عن التخطيط وتركت سلمتها بيد رب العالمين. وكانت النتائج افضل بكثير. هسه قامت تمطر يعني. اي يعني انت تحب المطر؟ انا عندي مقطوعه من اهم مقطوعاتي حنين المطر. والسعيدين حظا. هو فعلا الموسيقي ينتظر هاي النوعيه من الفرص حتى ينطي نتاج موسيقي هو اكثر. الشتاء يعني مثلا انا دائما اسمع الموسيقي يبحث عن المطر والنهر والهواء والربيع وغيرها، وفعلا يعني لو هي بالنهايه نتاج انت تخطط وتبحث لا هي المطر والربيع والنهر والبحر هي محفزات لاحلامك ما تتمنى. زين. فتظهر اشياء جميله يعني. شنو اللي يزعجك بالمكان هذا؟ الازدحام؟ الازدحام، لان تعرف هاي نقطه التقاء الرصافه بالكرخ. زين. فبنهايه الدوام يصير الوضع شويه مزدحم يعني. بس البعض يعتبر الازدحامات حياه. طبعا بها روح. المدن المزدحمه هي مدن بها روح. يعني المدن اللي ما بها ازدحام يعني الحياه بها قليله. يزعجك الازدحام؟ يزعجني الهدوء. لذلك سكنت في مكان يقال انه هي اهدأ مدينه في العراق. مدينه السليمانيه. عائلتي واولادي وبيتي هناك، فاني يعني حتى تعودت على هاي المدينه، اشتاق لها وحتى اتعب يعني. ظليت فترات طويله بسبب الشغل انا ملتهي. ف يعني مثل هسه اليوم يعني تقريبا صار لي شهرين ما رايح. بلش انه مثلا الطاقه مالتي تقل. انا لما اروح لهناك اجمع طاقتي حتى لما ارجع للشغل انا مليان يعني. صار لك كم سنه بسليمانيه؟ تقريبا 10 سنات. يعني هو بما يخص السكن شنو اللي يحتاجه الموسيقي؟ يعني الموسيقي هو انسان غير يعني غير مستقر اصلا. فعندما ينحكم انه يكون عنده عائله واطفال فيحس انه هو ظالمهم بعدم استقراره. فانا حاولت انه اوازن انه اخليهم مستقرين بمكان وانا ابقى بهذا عدم الاستقرار. عاده مساله الموسيقى والتفكير، كل فنان كل موسيقي عنده شغف، بما انه احنا مقرنا شغف، عنده شغف بنوع المكان. البعض يعتبر الصحراء وهدوء الصحراء هي المكان الانسب، البعض الاخر يقول لك لا انا ابن اجواء الصاخبه، ابن الاجواء اللي صعب. شوف انت لاي من هاي الاجواء تنتمي. انا وصلت الى نتيجه ان العراق او العراقي بشخصيته عندما ترميه بمنطقه هادئه يقل انتاجه. عندما يروح المكان ما بصراعات ومنافسه للعمل والبقاء يقل انتاجه او الكواليتي مالته يتغير، يصير يتهجن. فمريت بتجارب كثيره انا خارج العراق كان ممكن ان ابقى، لكن حسيت انه انا راح اكون يعني شبيه بزملائي اللي خرجوا خارج. من الضروري ان الموسيقى يحدد هويته بصيغه محليه؟ لو لا لازم تكون هويته عالميه. هو انت عالمي بس لازم يعني مثلا هسه انا اليوم كمستمع لمصطفى زاير انا احس الروح العراقيه حاضره في كل مقطوعات الموسيقيه بتغير انه تواجدها بشكل عالمي. يعني خاصه احنا هسه يعني شوف هاي المشاريع الاخيره اللي انا قمت بتنفيذها مع فرقه اسبانيه، مع فرقه من البحرين، مع فرقه. انا اذهب الى نوعيه العازفين ومستوياتهم وافكارهم والف موسيقى شبيهه بمستواهم ولكن بروح عراقيه. يعني كتبت انا على جدران الحمراء تسمع بها الانغام العراقيه ولكن باسلوب الفلامينكو. كتبت ايضا ليالي قرطبه، قالت لنا العرافه. جمهورنا المحلي يستوعب هاي النوعيه من الفلسفه الموسيقيه؟ يحبها. يعني بتعرف انا بقيت في بغداد وانا تقريبا يعني خاصه السنوات الثلاثه الاخيره بمعدل في بغداد انا اقدم بالسنه اكثر من 8 الى 10 حفلات. الرسميه هي 5 6 حفلات، الغير رسميه تتجاوز ال 20 حفل. الغير رسميه يعني اذا كان مثلا
مع اوركسترا السلام، اذا كان مع المجموعات الاخرى مسماريون او اي جروب انا كونه، او حتى جروب اوركسترا شغف. فتشوف انه اني لان الخزين التاليفي بالموسيقى مال السنوات الماضيه اصبح كبير وكثير، مو كل يعني مو كل الاعمال قدمت. وحتى انا الاعمال جزء من عندها يعني فقط؟ اي الاعمال الكبيره الضخمه يعني مو دائما اقدر اقدمها، لان شنو اللي يمنع؟ الجمهور صعب تعطيه هذا الطقس الكبير الفلسفي او الروحاني. ممكن بحفل طوله ساعتين او ساعه ونص اقدم عمل واحد. لذلك انت سعيت على ان تربط الاغاني الكلاسيكيه والاغاني الاشهر بالاذهان العراقيه في بعض الاعمال، في اكثر اعمالك. في يعني بعض اليوم الأعمال. احنا اذا نحضر اغلب حفلات مصطفى زاير لازم بيها جزء من الاغاني الكلاسيكيه. تعرف انت الجمهور هاي العراقي عمليه تسويقيه لو موسيقيه؟ الاثنين، لان الجمهور اللي يحضر، احنا شوف الحفل لما يكون بعمليه بيع تذاكر، يعني اكو منتوج لازم تقدمه للجمهور، هذا المنتوج مرتبط بمتعته خلال هاي الساعتين. فانت ما يصير تفرض رايك عليه، لازم تعطيه المتعه اللي يحتاجها. وبنفس الوقت يعني شوف انا مثلا الحفل الاخير اللي هو حفل لاله، اني اخر ربع ساعه قبل لا اروح للارض 2020 اللي هو عمل صعب جدا ومتعب نعم للعازف والمتلقي، وحتى اغلب الجمهور اذا مو كلهم كانوا يبكون بالحفل. بعد هذا انا قبله متعتهم، خليتهم يصفقون يرقصون يغنون. منو ينصاع المنو؟ الجمهور ينصاع ذكاء للموسيقى؟ العازف والفنان طبعا. ذكاء العازف والفنان، إذا العازف او المايسترو اللي يقود الحفل ما عنده حبكه انه يمسك هذا الجمهور، فالحفل راح يفقد توازنه. مو تشوف انت كثير من الفنانين يقدمون عروضهم ولكن عندك حفله فقدت توازنها؟ انا احس لما تفقد توازنها تلغي من المقطوعات يعني، والعازفين يعني يدوخون يعني، واحتمال اضيف اشياء ما موجوده يا بالحفل. حفله مريت بهيك مطب؟ لا انا بحفل المغرب حسيت انه الايقاع راح يخفت اذا عزفت 5 دقائق، لان احنا صعدنا للفول. صعدنا مع الجمهور للقمه. زين. فاذا عزفت 5 دقائق راح ارجع للمنتصف. زين. على المستوى المحلي اكو حفله مريت بها حسيت الجمهور مو وياك، يعني انه انت لازم تغير من اسلوبك في لحظه معينه؟ حفله ناظم الغزالي كان اول مره هوليجرام، وبعد العرض مال هوليجرام احنا اختفينا وظهرنا. كان الجمهور شبيه؟ شنو المشكله اللي صارت؟ حسيت انه انا لازم ارجع الزم الجمهور مره ثانيه. فغنينا اغنيه لفيروز، ما حضريها لا الفرقه ولا العازفين ولا المطرب اللي طلبت منه يغني الفيروز، يعني مجموعه اغنيتين الفيروز. فرجع الجمهور سيطرت عليه. انا اللي يحدد هاي الهويه، يعني اليوم انا كعازف انا احدد هويه نفسي؟ اي طبعا. لو امتداد الموسيقي اللي يحدد؟ لا امتدادك الموسيقى هاي تجربه اولى، ان تكون انت متاثر بكل التجارب اللي سبقت. شو اسمه تجربتك انت، واعتقد التجارب الفاشله اللي مريت بها راح يكون هي مهمه جدا اذا انت كنت ذكي واستفاديت من هذا الفشل. يا تجربه فاشله انت مريت كثير تجارب فاشلة. اهمها اهم محطات الفشل في اهم محطات الفشل في حياتي، يعني من عندما كنت طالب اشتركت بمسابقه، كنت صغير بالعمر في مركز اعتقد السفاره الفرنسيه، وايضا بالعلاقات اعطوا الفائز الاول غير انا احبطت. تكررت العمليه في مسابقه عربيه في بيروت في عام 2009 حتى تاسع ما طلعوني. حسيتها محطات فشل لو محطات غبن؟ مو احنا كلمه فشل لا مو هو انت تعترف بفشل نفسك. اي مو انا في المحطات انا يعني لازم يعني احدد النقاط اللي ما قبلوني بيها. انا كنت اوفر، كنت اريد اثبت نفسي، كنت اريد اعبر يعني. بعدين اكتشفت انه انا غير جيد في تأدية الاعمال المنهجيه، لان انا الف عليها. فمن خلال هذا الفشل اكتشفت انه انا مؤلف اكثر من انه انا مؤدي. وهاي الصفه حميده لو ذميمه يعني بالنسبه لي هاي انه انا مؤدي، يعني انا لان انا اي عمل حتى اللي غيري انا عندي رؤيه له، فانا مو من حقي انه انا الف لمؤلفات غيري. هاي الاعمال الفت وكتبت من قبل المشكله اذا انت تحاول ان تتمرد، يعني التمرد يعني بهاي النمط من المتسابقات، وهذا النمط يعني يعتبروه تجاوز. يعتبروه تجاوز. بس هو انت مع التمرد؟ أنا مع التمرد إذا أنت كان عندك شيء، إذا عندك شيء، بس في نفس الوقت أنت يعني ما من حقك يعني ما من حقك إنه تضيف
على اشياء مكتوبه. يعني انت مع التمرد اذا باضافه، بس مع ذلك انت ما تمردت على منير بشير؟ لا والله تمردت هواي. تمردت؟ اي تمردت هواي. لا انا على الكل. شنو نوع التمرد اللي تمردت؟ يعني عندي رؤيه بعمليه التوزيع للعمل، يعني عندي رؤيه بعمليه التوزيع للعمل، فتشوف انه مثلا انا اعطيت هسه مثلا بالمركز اعطي المؤلفات لغيري مثل ما يريدها المؤلف، بس لما اجيبها للفرقه لا انا غير توزيعها تماما. لو منير بشير موجود يسمع هذا الكلام ايش راح يعتبر؟ لا انا اعتقد منير بشير يعني رجل حدي ومتمسك برايه وبفكره، يعني صعب. راح يعتبره تمادي؟ تجاوز. تجاوز؟ اي تجاوز، لان انت ما من حقك انه تعطي فكر هو ما طالبه، هو يقدر يسوي افضل او يقدر يسوي مثل اللي انت تريده. ولكن انا اعتقد كل زمن له افكاره. انت امتداد لمنير بشير؟ انا امتداد لمنير بشير وجميل بشير والشريف محي الدين حيدر، انا اتشرف بهذا الامتداد. انت نسخه مكرره لو مطوره؟ لمن؟ عن منير بشير وهذه المدارس اللي ذكرتها. لا انا لي شخصيتي. منير بشير كان حلمه عندما سئل قال انا حلمي اشوف كل مواطن عراقي يمشي بالشارع شايل عود ويعزف. انت شنو حلمك؟ هذا الحلم هنا طبعا هو دا يتحدث عن نفسه كاستاذ. اي هذا الحلم بالعراق، يعني انت تشوف ثقافه الشعوب مرتبطه بالجو العام اللي تعيشه، خاصه الموسيقى هي مرتبطه بثقافه الشعوب. احنا عندنا الان للاسف انحدار بالتعليم، ودرس الفنيه اصلا انفقد، ودرس الرياضه انفقد، اذا كان بالمدارس الخاصه او بالمدارس الحكوميه. انا اعتقد انه الطفل من هو يعني صغير بالعمر يعني لازم انه نوجهه بهذه الاتجاهين، الرياضه والفنون، حتى نطور من ذائقته، نطور من اختياراته بالحياه وبالمستقبل، حتى تساعده بالدراسه. انا اغلب الطلاب اللي يجون عندي بالمركز اولياء امورهم يجيبون هم طلاب، الموسيقى تساعدهم ايضا بتطوير وصولهم الدراسي، يعني تغذي مخهم، يعني تخلي. خلينا ندخل جوا خلينا نشوف شنو اللي موجود. تفضل. يا الله. مركز شغف، كم طالب موجود عندك هنا؟ يعني قسم البيانو يمكن 30 طالب، الكمان 15 طالب، العود الأوركسترا يعني أوركسترا العود هم 40 عود إضافة إلى طلاب العود المبتدئين. زين. تقريبا يعني متفاوت عددهم بين 20. ليش ما خصصته بآلة العود؟ يعني الجمهور تعرف أنت مو كل الناس لها رغبة بدراسة العود، ولكن هم الطلاب الأقسام الباقية لما يشوفون درس العود يغارون. أنا مهتم بالعود واضحك والشاقة ويعني اسوي هاي شغلات وياهم. اللي يجون اغلب اللي يجون على اسم مصطفى زاير لو رغبه بالتعلم بغض النظر سواء مصطفى زاير او حاليا على اسمي بما يخص آلة العود لو الآلات الباقية؟ لا الاثنين. لأن الحمد لله هذا المركز واسمي يعني بالسنوات الماضية أنا يعني حاولت أن أكسب ثقة الجمهور. زين، أنا الصورة هاي عجبتني. هاي بحفل العشق الإلهي مع أوركسترا. من يختار هاي العناوين الضخمة؟ أهم أعمالي هاي. العنوان له دور بقيمة الحفل موسيقيا، يعني قيمة الحفل وقيمة العمل نفسه. عندك أحلام ما تتحقق؟ إيه أحلام صعب تتحقق. مثل ايش؟ خلينا نمر على واحد من عندنا. لا أحلام يعني صعب تتحقق، صعب.
يعني صعوبتها انه هي حلم قائم بحد ذاته، يعني قيمتها انه هي حلم ما تتحقق اذا انتقلت الارض. لا اكو احلام تجي غير بتوقيت غير مناسب. شنو حلمك اللي اجى بتوقيت المناسب وتحقق؟ العود. العود اجى مبكر، يعني كان خيار مناسب. انه انا بعد المتوسطه رحت يعني اعداديات صناعه حتى اعبر، لان قدمت معهد فنون ما قبلوني. فداومت الصناعه في الكلاوات في شيء زين. زين. ورحت المعهد بيت المقام العراقي مع عند الاستاذ علي الامام. نعم. كان معايا من الاسماء كان صديقي مهند معاي بهاي الرحله، ومعاي ايضا قيس هشام من الفنانين المهمين. يعني صديقي في هذه الدوره. من الصناعه انا قدمت، يعني كنت ما داوم اصلا بالصناعه، كنت اتمرن عود ببيت مهند، يعني حتى مو ببيتنا. فقدمت المعهد الدراسات الموسيقيه وانقبلت، وكان عزفي متقدم حتى على طلبه المعهد. يعني انت دخلت للمعهد انت عازف؟ يعني مو عازف، ولكن انا متجاوز مرحلتين ثلاثه. تستطيع ان تتعامل مع آلة العود؟ اقرا نوطه واعزف مؤلفات منير بشير. اكو مساله دائما تلفت انتباهي، يعني انا بصراحه مسألك عليها. يعني على الرغم من معرفتي الشخصيه بيك. اللفاف هذا اللفاف يعني زميل المصور. هذا المشهد هذا في كل حفلاتي، من كل حفلات مصطفى زاير. هذا اللفاف هو نفس اللفاف. بما انه هو نفس اللفاف فاكيد اكو قصه معه هو هذا اللفاف نفسه. هذا اللفاف هو لصديقي مهند، صديق عمري الله يرحمه، اللي ذكرته قبل. اي الله يرحمه. مهند استشهد في عام 2008، وكان مشهد وفاته مؤثر وكبير بالنسبه لي، لان انا شلته وانا دفنته. فهاي اخر شيء اشتريناه في عام 2011. يعني قررت انه يكون هو مرافق في حفلاتي، لانه هو كان يتمنى نصعد ونعزف سويا. الحفل اللي ماشد به اللفاف الحفل يخرب. هو بالعاده المعاناه لو الفرح ينطيني موسيقى؟ الاثنين المعاناه، الفرح، الحب، يعني بالنسبه لك يا ليفل متقدم على الثاني؟ الكل. لما افرح تطلع موسيقى جميله جدا. يقال انه الموسيقى العراقيه هي بطبيعتها موسيقى حزينه، انت توافق هذا الراي؟ لان العراق هو اصلا شعب يعني لحظات الفرح قليله، يعني نادره جدا. احنا نسرق الفرح، يعني بنكته بشغله، يعني احنا نسرقه. يعني هاي المقوله موسيقيا صح نقدر نعتمدها؟ شنو؟ انه الموسيقى العراقيه هي بطبيعتها موسيقى لا حزينه. حتى لما تكون سعيد يعني اكو تدخل راسا، يعني ما تقدر تستمر سعيد الى اخر لحظه، لازم تدخل كآبه بالنص. اي والله ما تقدر. يعني هسه يعني بما انه نتحدث عن الموسيقى بعيدا عن عزف العود، الشباب اللي يغنون حاليا خلص طلعونا من هذا القالب. لا هو لا انت لما تجي ايقاعيا طلع ايقاعيا، ولكن انت لما تجي للشعر، الشعر حزين. المقام اللي مستخدم مقامات حزينه. اغلب المقامات اللي تغنى حاليا هي البيات، ويصعد بيات او صبا درجات الجواب، او حجاز او كرد، مقامات حزينه. المقامات المفرحه اللي بيها تعطيك سعاده هي مقامات زين ليش ما نقول هي اصلا طبيعتها الموسيقى كلما كانت حزينه تخاطب الروح اكثر، فالموسيقيين اعتمدوا هذا المنهج. اللي تبقى بذاكرتنا هي الاعمال اللي تشبه الحالات اللي نعيشها. الذكاء يدرس بالنسبه للموسيقي لو لا ما له علاقه. هاي موهبه ربانيه. ممكن انت تتعلم عازفين هي صعب. ناس يعني حتى لو يتدرب بس هو مو ذكي، يعني او مو ذكي بيطرح نفسه، وهيكو عازفين ممتازين بس هو مو بروف بانه هو يطرح نفسه وتقبل الجمهور له. هاي ذكاء. يعني انت هوايكو فنانين بس مو الكل كاظم الساهر. زين. هسه المركز اللي احنا بيه هسه هذا الاستقبال عندنا هاي القاعه. انا مو دائما اقعد على المكتب، يعني انا قاعد 24 ساعه. لا انت ذاك يوم انت سويت لي القهوه بيدك. هذه بالمطبخ اخي هنا. زين نشوف عندنا طلاب موجودين. انا سمعت اكو دندنه مال عود. نشوف يلا دا يغنون يمكن بعد احسن لازم يغنون. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يلا احنا راح نكون مستمعين للمحاضرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عاده استاذ مصطفى استريح. استاذ مصطفى هاي عندنا هدى اشطر طالبه عندنا. اشطر طالبه لو ممكن تكون عازفه محترفه وهي بعدها هسه طالبه. هي دكتوره يعني سنه اخيره في كليه الطب،
يعني لو عندها وقت استريحوا. كافي، يعني انا اعتقد تصير هي اخطر عازفه عود بالوطن العربي. اخطر عازف. عمرها ويا العود ما تجاوز السنه وشويه، بس هسه هي رشفت يمكن. يعني صار لها سنه وشويه. زين. اي. المستوى العلمي بالنسبه للطالب يلعب دور بمستوى تعلمه. اي طبعا، يعني الذكاء قبل شوي حكينا عن الذكاء. يعني مو الكل ممكن يكون نفس الذكاء. هدى نسمع شيء؟ جايبه عود؟ صدق؟ زين. كم طالب تخرجوا من تحت ايد مصطفى زاير؟ سواء بالمركز او غير المركز. يعني هواي، يعني تعرف انا من معهد الدراسات الموسيقيه من 2005 انا ادرس بالمعهد. فسنويا يعني يتخرج ما يقارب الى 5 إلى 6 عازفين. شنو اصعب محطه بالنسبه للي يتعلم العود؟ ما بعد التعلم. لو انت مو عازف عود شنو مصطفى زاير يكون؟ يعني اشتغل شغلات والدي، يعني والدي عنده يعني محلات مال مثلجات وهاي، وانا اشتغلها، انا احبها لحد هاي اللحظه. يعني واشتغلت سنتين يعني. اشتغلت فيه؟ اي. وانت عازف عود؟ وانا طالب اصلا ما يشتغل كان يشبع كتل. على طار الشغل. الوارد المالي لعزف العود جيد؟ لا، اسمك انت اسمك يجيب الوارد المالي. اسمك يعني بالسابق الاسم اذا كان بسيط فانت حسب اسمك، يعني الوارد المالي يجيك حسب بساطه اسمك. كل ما يكبر الاسم اذا انت مؤمن بهذا الاسم السقف المالي يرتفع. يعني مصطفى زاير بالوقت الحالي مصدر المالي هو آلة العود. اي. ما عندك مصدر مالي اخر؟ لا. هاي مسألة إيجابية سلبية، مسألة طبيعية؟ طبيعية. طبيعية. لأن هو عادة هسه احنا أغلبية الأشخاص اللي داخلين في المجالات الفنية يفتح لنا مشاريع ثانية عنده مشاريع ثانية تفشل. يعني انت لو فاتح مشروع كان فشل يعني؟ اي يفشل، لأن انت أي مشروع تفتحه إذا ما تركز به مستحيل ينجح. مين ينجح؟ هسه انت حاليا عندك محاضرة؟ لا، حاليا الشباب يعني جايين عندهم زياره، مو كلهم، تعرف اليوم يوم اربعاء اغلبهم دوامات، فراح يجون مثل ناقوط الحب، كل واحد جاي، كل شوي جاي واحد يعني. زين. محاضرتك اليوم مو يوم اللعب بس ويا عندنا مرتضى يعني يا كليه دام مرتضى. كلية الهندسة جامعة الكويت. هندسه، انا عندي كم مهندس، هواي مهندسين. زين. وعندنا علي السعيد مطرب وعازف عود ويعزف ايضا كيبورد. انا اريد اشوف صفتك كاستاذ شلون تتعامل ويا الطلاب؟ احتاج اشوفه على ارض الواقع يعني مثل اخوهم الكبير، صديقهم. بس انت بلحظات العصبيه شويه اي قاسي جدا. يخافون. شنو السبب؟ ويظل يتبسبسون. انت هنا خايف على اسمك؟ لو انت هاي يعني لا، انا مجهول على مرات تعب. اليوم اني من انظر لمصطفى زاير بلحظاته العصبيه اقول من حقه، هو دخل ببروفات وبالنهايه يحقق يريد نتيجه. فاي خطا ممكن يصير. شوف، العراقيين عموما طبيعه العراقيين يختلفون عن العرب. يعني اذا ما يشوفوك انت عصبي ما يقتنعون بيك يعني؟ لا مو يعني يعني الحبال مال المشروع كليته توقع. مصطفى زاير تعرف تغني؟ انا صوتي يعني ادي صوتي قبيح يعني. شو تغني؟ هيك مررنا على صوتك يعني والله ما ادري. يعني اي اغنيه تخطر ببالك يعني. على فكره هو ما حد سامع لك يعني. انا لا، واحد من الاعمال غنيت اعمالي. غنيتها انا يعني. كان بمقطع من كل ذكر لي، بس دخلنا عليه تقنيات يعني سويناه شويه مشوه يعني. زين، اختار لنا هيك بارت هيك اجزاء من الساعه. والله ما اعرف. كل ده كان لي لما شفتني، كل ده كان لي
لما شفتاني حني قلبي لي وانشغلت علي وانشغلت علي حني قلبي لي وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كان لي يعني انت قررت تتعلم العزف على آلة العود لحبك بالآلة لو لحبك بالموسيقى والغناء؟ لو انت حاب الآلة، آلة العود فقط. بالبداية لا كنت حاب الغناء يعني، بس مو كمطرب، بس كان متأثر بالمطربين يعني. أول ما دخلت المعهد، معهد دراسات فناننا الكبير كان صار صور بمسلسل المسافر بالضبط. فحبيت هذا المكان يعني، سحرني. بعدها يعني حبي لعبد الوهاب وعبد الحليم والافلام القديمه وهذا الجو الرومانسي يعني، تربيت على هذا احترافك بآلة لا العود. اكو شيء مضحك يعني. كان بغني لعبد الحليم اكو سولو كمان عاجبني، فقلت انا اقدم للمعهد اتعلم كمان عود، وهل يجي هذا السولو اسف. حبك لآلة العود خلاك تترك موضوع الغناء يعني؟ لا العود اهم عمره اطول. اهم لو هو الاحب لك يعني. لا اهم تاريخ العود يعيش اطول من الغناء. اطول اذا انت عندك منجز وعندك هدف كبير وسامي يوصل الى ابعد نقطه بالعالم. المطربين محدودين بمناطقهم يعني اذا راد يتطور ويكبر راح يعبر الى المنطقه العربيه مو اكثر. شو تعرف آلة العود؟ يعني هسه انا اليوم اذا اريد اعرفها يعني بالنسبه لي لا هو يسموه تعريفها الفيزيائي، يعني تعريفها الروحي بالنسبه لك. يعني انت من تلزم آلة العود عندك فد شعور يختلف عن الاخرين من يتعاملوا معه. وصف لنا اياه يعني، اريد اوصل لهذا يعني بالضبط. شايف اول لحظه يمكن هسه هالداوي قاعده يعني عيب نحكي هاي اول لحظه يعني انت تمسك حبيبتك يعني، شلون تخاف عليها لا تاذيها، شلون هذا الشعور لحد تبوح لها اي طبعا لحد تبوح لها بهاي قصه حبك لها، فانا اتعامل وياها بهذا المنطق يعني هذا شعورك يرافقك في كل لحظه تمسك بها آلة العود؟ اي طبعا، سواء بالبيت اي مكان، بالمركز بالتمرين حتى يعني، حتى بالتمرين. اي يعني انا عندي عود اتمرن بيه تعبان يعني للتمرين، تتعامل وياه ايضا قسوه عبالك شيء عندي عركه وياها. ماكو اي حب بيناتنا. هم جتك لحظات كرهت آلة العود؟ لا ابد لا. صار بيناتكم زعل؟ اذا اترك الاله اللي يعزف بها الاله الخاصه احسها تزعل علي. وانت ما تزعل عليها؟ لا هي قشمرها بيتمرن هوايه وهاي شو وقت جتك لحظه استغنيت عن آلة عود انت متمسك بها وتحبها؟ عندي العود اشتريته لما كنت طالب، صانع عراقي مهم اسمه سعد الطيار، بس للاسف طلع هذا العود مسروق. العود اللي انت اشتريته مسروق من محل، فرجعوا اهل سعد الطيار. اي والله قصه لتنسجن 10 سنين. احكي لي من البدايه. انا اكو عود لما كنت طالب اشتريته من منطقه الكراده، فالعود بفتحه مميز وصغير يعني مش يا سنه هذا الكلام 98 تمام. يعني ورا تقريبا 6 اشهر رجعوا بيت سعد الطيار، كانوا مسافرين بس هو سعد هاجر. عندهم زوج اختهم محامي، فرجع للبيت لقى البيت كله مبيوق، المكاين الاخشاب الاوتار الاعواد وكل مبيوعات وين يعني؟ يا اما بالحيدر خانه عند صناع العود بالضبط، يا اما بالكراده عند محلات العود الموسيقى. فاني بلشت يعني عندي حفل دا اعلن عنه وفرحان بالعود وماخذ صور وهاي، فشافوا الصوره قالوا هذا العود مالتنا. والله يدورون احد اصدقائنا يعني طيب جتك تهم موبايله طيب طاهم رقمي طاهم رقمي ضلوا يخابرون قالوا لي يعني حيازه اموال مسروقه ولازم يرجع العود، وهاي القضيه تنسجل عليها 10 سنوات. بذاك الوقت انا اشتريت العود يعني كلفني تقريبا يعني مبلغ يعني 125,000. مبلغ ضخم هذا. ضخم ايه. العود نفسه يعني انا سلمته، العود نفسه سافروا بيه لعمان، انباع بعمان بذاك الوقت بسنه 98 ب 4000 دينار اردني. هذا عود مفتخر يعني. اي هو عباره عن يعني بالضبط عن جوهر. زين من رجعت العود منطوك تعويض شيء؟ لا قلت له انا اشتريته 150، قال لي انا شاري. على طار السرقه، السرقه الموسيقيه مسموحه؟ عيب
يعني انت تعتبر فاشل اذا سرقت. بس اكو اسماء عمالقه. لا هو كان اعتقد مو سرقه، كانوا حابين يوصلون البعض جملوها وسموها اقتباس. لا مو اقتباس، هو راد يوصل الى نوع موسيقى يتمنى يوصل لها. يعني اذا كنت تقصد عبد الوهاب او فريد الأطرش، اي يعني اتخذت السؤال. اي يعني هاي انا اعتقد هو، لان عبد الوهاب عنده حلم يكون عالمي. فكان مثلا يسمع هو هوايه، اصلا هو الموزع الخاص مالته يعني من نمسا، ساكن عنده بالبيت، يوزع على اغلب اعماله. فخلاه يطلع على نوعيه موسيقى مختلفه ما سمعها سابقا. زين. ودائما هو يعني يقول احنا ما نوصل للغرب. شنو حدود علاقاتك مع المقطوعات الموسيقيه اللي تسمعها؟ استماع فقط؟ يعني حاليا تذوق فقط. فقط. اي تذوق. ما ممكن تاخذ شويه؟ لا ابدا ابدا. دخله بسيطه؟ لا والله لا. ما مقبوله يعني؟ يعني احس نفسي صرت يعني وصلت لمرحله يعني انه انت ما محتاج يعني. لا يعني اذا انا استخدمت هذا الشيء يعني اقشمر على نفسي. اصعب لحظه مرت عليك على خشبه المسرح؟ والله لمن واحد يعني اكو لحظه مرت عليك هاي بالذات انت متتذكرها، ما اعرف تضوج تفرح، هي لحظه كانت صعبه على خشبه المسرح امام الجمهور. الهوليجرام كنت قلق لان مال صار ناظم الغزالي. هاي اصعب لحظه؟ اي يعني انت لما تحس انه هذا تعبك على لحظه، ممكن انه يعني بسبب خلل مو من عندك، من واحد من التقنيين، فممكن يضيع كل هذا التعب مال اشهر. بس يعني الحمد لله الجمهور طلع مستمتع بالحفل. انت طلعت مستمتع لو متوتر؟ لا انا مستمتع بالنجاح، يعني انا استمتع. يعني بعد الحفل كان متعب لان انت لازم تسجل الحفل. تهم الموسيقى مالتك تونسك؟ يعني هسه انا من استمع الى موسيقى مصطفى زاير اروح لغير عالم. هذا الشعور نفسه انت تعيشه؟ اي طبعا، خاصة يعني بالاعمال اللي اقدمها بشكل منفرد. احد قايل لك انت ملامح وجهك تعزف اكثر من العود؟ مرات ابكي، اشوف نفسي دا ابكي ليش ما ادري. ملامح وجهك. اي والله اشوف نفسي دا ابكي ليش ملامح وجهك تعزف اكثر من العود. هاي موسيقى بها اكثر. بيها اداء تمثيلي؟ لا والله انا لو مثل كان نجحت من زمان. يعيب العازف انه هو يمثل انه هو دا يندمج ويا الموسيقى مالته؟ لا اكو التمثيل المصطنع هذا مو صحي. تتذكر اول مره صعدت بي على خشبه المسرح؟ اي طبعا. يعني كان الموضوع يعني مدرسه الموسيقى وباليه، احنا طلبه الاستاذ سامي نسيم، كان مفتخر بينا وكان حاب يسمعهم للجمهور وللاساتذه. ايش قد كان عمرك فيها؟ يعني كان اول 6 اشهر لي بالعود، يعني كنت حتى ما مكمل المرحله الاولى، وانا وزملائي، وقدمت مقطوعتين لسه اتذكر، يعني واحده ماكو عازف مقدمها، كان يعزفها فقط الشريك محي الدين حيدر اشرف حجاز. زين. وسماعي لتركي ايضا لمحير سعد اشلاي. موقع المسرح يلعب دور بالروحيه اثناء العزف. طبعا. يعني اليوم هسه مثلا احنا على مستوى بغداد مسارحنا تكاد ان تكون معدوده طبعا، بس بالنهايه اكو كم مسرح له خصوصيه. الحفله في المسرح الفلاني ممكن تنطينا روحيه اجمل من المسرح. يعني انا شوف شنو السبب؟ يعني طبيعه المكان، عدد الجمهور؟ اكو الفه بين العازف والمكان. يعني انا ادائي في مسرح الرشيد يختلف عن ادائي بالمسرح الوطني. ليش؟ مسرح الرشيد بألفه للعازف للفنان اكثر. ألفه لو بذكريات؟ يعني هو كل الاشياء، لان تعرف احنا بمعهد الدراسات الموسيقيه، كل العروض وكل الاشياء كانت في معهد مسرح الرشيد. مسرح الوطني مو هذا مسرح الدوله المهم، مو اي فنان يدخل هذا المسرح. يعني القضيه متعلقه بالذكريات، لها ذكريات، ولها انت تعود انت قدمت نجاح. هذا مكانك يعني. مكانك يعني. فلهذا اول حفل بعد 18 سنه افتتاح مسرح الرشيد بعد غلق. نفس الروحيه كانت؟ نفس الانطباع من؟ اي طبعا. انت لما تروح للمسرح وانت طالب وتجي وانت معك طلبتك يعني، ودا تقدم مشروع مهم، وهذا المشروع مدعوم من UNDP، والتذاكر تنفذ خلال يومين. زين. لاول مره تصير، فكان يعني تاثيره اكبر. انت جاي لهذا المسرح بعد هاي السنوات الطويله، فاكو باور اعلى، بمنجز ونجاح. والحفل كان يعني صوته واصل اللي حتى كان
اللايف مالته الخليج كله كان يتابعه. هم مرات تحب تكون جزء من الجمهور مو جزء من المسرح والعرض المسرحي؟ لا انا جزء من الجمهور، يعني اساس اختيار المنهاج انه انا اكون من الجمهور. فلهذا تشوف التسلسل والتصاعد والتاثير، والجمهور دائما يحب حفلات لان هو يشعر ان من اول لحظه. بس انت مكانك الطبيعي المسرح. انا مكاني طبيعي المسرح. لا تخليك يلا. على المسرح. عادة العروض المسرحية الموسيقية حاليا حسب ما نشوف يتخللها اكو فد شو معين يعني. اللي بالعراق واللي خارج العراق؟ خارج العراق. اللي خارج العراق طبعا. يعني اكو بيها خلينا نسميه عرض موسيقي مو عرض مسرحي، يعني تلقى نفس العازف يقدم لنا عرض بطريقة الأداء فشو معين. هاي ضرورة من الضرورات، لو هاي أساليب حديثة ممكن أساليب حديثة، إضافة أنه كل دولة تعبر عن أعمالها الفنية حسب ما هي واصلة من فكر وتكنولوجيا. يعني في العرض الأخير اللي قدم في بكين في الصين في مهرجان الحضارات العالمي، أنا كنت ممثل عن العراق وعن الموسيقى الشرقية، فممثل عن حضارة آلة العود، وتقريبا أعتقد أول عازف عود يذهب إلى هذا المكان. استفدت كثيرا من هذه التجربة. شنو الاستفادة يعني؟ الاستفادة أنه طريقة تقديم عرض للجمهور بهذا الكم والسيطرة على هذا الكم الكبير أكثر من 1000. هو هذا المقصود. 1000 شخص. يعني احنا بالنهاية لحد اللحظة حسب تصوري، هسه أنا أتحدث بلسان الجمهور، أنا حاليا جزء من الجمهور. الموسيقى عندنا ما زالت بطريقتها الكلاسيكية، عازفين على المسرح. لا هذا لا يقدم. تجاوزوا هاي القصة، متجاوزين هذا. شنو الإضافات اللي ممكن الإضافات يعني أنه أنت لازم تقدم عرض ممتع بكافة التقنيات. من هي أهم جولاتك تقريبا جولة الصين؟ جولة الصين هي الأكثر إبهاراً. أنت انبهرت لو هم انبهروا؟ صراحة أنا انبهرت. أنت انبهرت؟ إي أنا انبهرت بطريقة التنفيذ يعني، وكنت مستوعب انه انا راح يكون هذا منعطف تماما بالاعمال القادمه اللي راح اقدمها. الاداء الشكلي مهم. هم يعني احنا قبل شويه حكينا انه انت تعزف هم وجهك يعزف مع الاله. هم كان عندهم اشكال معي بهاي هذا الموضوع. شنو الاشكال؟ انه هم رايدين طريقه تعبير مختلفه عن طريقه تعبيري. بمعنى انه ما يريدون هذا الشكل اللي متاثر اللي وجهه يعزف. لا شنو اللي كان المطلوب؟ يريدون الجسم كله يعزف. أي تجربة عالمية تتمنى أن تكون أنت الناقل لهذه التجربة على المستوى هو مشروعي، مشروع طائر الأندلس، مشروع مهم يعني، ونفذ بشكل بسيط في مهرجان تطوان للعود مع فرقة من أسبانيا. اقتراب الموسيقى من هذا النوع من الموسيقيين المهمين في أسبانيا، وقربها لهم. أنا اخترت المنهاج القريب لهم. استمتاع الموسيقيين كان مميز بالأعمال، فكان أدائهم واضح للجمهور أنهم مستمتعين بالأعمال. إضافة تأثيرها على الجمهور، جمهور تطوان هو جمهور مختلف يعني. هو هذا المهرجان دورته 24. جمهور مختلف من حيث ثقافته الموسيقية عالية؟ إيه طبعا ثقافته الموسيقية عالية، لأنه هو هذا دورة المهرجان 24 سنة. هو الموسيقى عادة تنتشر بالمجتمعات المترفة لو المتعبة؟ الموسيقى لا، بالمجتمعات المتعبة. المتعبة؟ اي طبعا. مو المجتمعات المتعبة؟ لا. بدليل، انطينا دليل. بدليل انه الخليج اذا تسوي حفل عموما بكل الخليج العربي، اذا تسوي حفل للعود تعطي التذكرة مالته سعرها $5 اللي هي تعتبر مبلغ بسيط. مبلغ بسيط بالنسبة لهم. هذا المسرح ايش قد 100 ممكن يحضرون 25. يجوز متشبعين بالموسيقى؟ لا، لان هم متعودين يحضرون حفلات غنائيه، مو ما يدفعون تكت لحفل موسيقي. جمهور العراق هسه انا هسه دا باكر اقول باكر عندي حفله، يعني يوم ب9 بالليل اقول باكر عندي حفله والتذاكر الساعه 8 الصبح، الساعه 2 الظهر تخلص. اذا اسالك كم سؤال ممكن تجاوبني بآلة العود مو نطقا؟ اي حاول. لازم. عرف لي الشخصيه العراقيه.
للحرب. صوت السلام. كيف تنظر للمرأة؟ مصطفى زاير. أصعب شيء فقدته شنو؟ والدتي. كان لها تأثير بحياتك الموسيقية؟ يعني عدم وجودها له تأثير أكبر كان. يعني مرات الفقدان يكون له تأثير. إيه يعني خاصة يعني هي الوحيدة اللي كانت اللي صلة بيها، يعني أنا الوحيد اللي أرجع من السليمانية أسكن عندها بالبيت، فهاي العلاقة يعني تغيرت، يعني صارت مفقودة يعني. عزفت لها شيء؟ إيه ألفت أمي والأرض 2020. بالعادة الألم الحقيقي بالفقدان لو بالاشتياق؟ لا بالفقدان. بالفقدان. أنت تشتاق لأشياء كثيرة قريبة منك أو بعيدة، بس الفقدان صعب، يعني صعب حتى تروح له. يعني لو كانت موجودة ايش تعزف لها؟ أنت كنت تعزف لها ولا ما كنت تعزف لها؟ لا يعني هي مواقف هواية، يعني كانت كل تمرين يمها يعني أغلبته يعني. كانت تستمع لك؟ بس بطريقة ثانية. خلينا نعرف هاي الطريقة قبل ما ننسى. شنو هاي الطريقة؟ يعني ما مستوعبة انه انا مثلا اعيد المنهاج باليوم 10 مرات يعني. فتقول انت يعني شنو ما تفتهم يعني تعيده، صار لك اسبوعين تعيده. يعني كان كل تصورها الله يرحمها انه الاعادة بسبب عدم فهمك اي للمسألة. يعني بعدني ما حافظ انا يعني شنو صار لك شهر انت يوميا عاد لي المنهاج 10 مرات. كانت تطلب من عندك شيء معين؟ لا يعني لما السنوات الاخيره لما نشوف نجاحي تفرح، يعني حتى كانت تتابع اللقاءات وتتابع المذيعين والمذيعات. يعني هي اهم عنصر بجمهورك؟ روحها حاليا اهم عنصر. الله يتغمد روحها الجنة. الله يرحمه. ايش تعزف لها؟
مرات تحتاج ان تفقد احساسك بالصدق حتى تعزف بطريقه يعني أكثر اذا إبداع. كان لمتطلبات العمل يعني ما يحتاج لصدق، يعني خاصه الاعمال اللي خاصه مرتبطه يعني بالايفنتات وهاي، يعني ما يحتاج لها صدق، ما يحتاج الى صدق. يحتاج لها ان تكون انت امين بتنفيذ العمل فقط. أي. مصطفى زاير، هاي المسيره اللي يا سنه نختار بيها نعتبرها بدايتك الفعليه؟ 2013. 2013 البدايه الفعليه؟ وقبلها؟ قبلها هو البحث عن مصطفى زاير، هي عمليه بحث مع العلم وتجارب. قمه عطائك بهاي الفتره. لا عشان كانت تجارب، يعني بناء الشخصيه، ظهور الشخصيه الكامله مو الكامله يعني. شنو الحدث اللي صار ب 2013؟ 2013 يعني هو اصدار اول البوم الي بشكل رسمي، البوم عشق بغدادي، ولا زال لحد هاي اللحظه هذا الالبوم يعني منتشر. انا قدمت حفلات عديده يعني قبل 2013، مشوار طويل مع الاستاذ سامي نسيم بفرقه منير بشير وناجح ايضا، بس انا كنت يعني اعتبر هاي كلها تجارب. تجارب. اي تجارب. طيب الفن الحقيقي انه هو لما انت مو تقدم تجربه، تقدم منجز. لو ردنا نختم هذا اللقاء، اي مقطوعه موسيقيه تتمنى ان تكون هي ختام كل حديثك في هذا البرنامج وفي اي برنامج اخر؟ محطات. نسمع.
العراق.